ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جالكم بفيديو جديد. عايزاكي بقى تحطي لي لايك للفيديو ده، ولو لسه اول مره بتشوفيني مش مشتركه معايا في القناه تنوريني بالاشتراك من علامه الاشتراك اللي تحت باللون الاحمر عشان يوصلك مني كل جديد وتشوفيني على طول. النهارده بقى انا جايه الصراحه يعني اخد كده بنصيحه اخواتي وحبايبي، الناس اللي بتتابعني والناس اللي اللي متابعاني وكده. طبعا عايزه اخد رايكم في ان انا اليومين دول بقدم مدرسه لخالد. عايزه اقدم له في المدرسه. طبعا خالد 29/4 الجاي هيقفل ال5 سنين. طبعا هو متاخر سنه. المفروض ان انا كنت اقدم له من السنه اللي فاتت. طيب ما قدمتلوش ليه؟ وقت التقديم كنت انا ساعتها، انا عايزه اقول لكم، كنت السنه اللي فاتت طبعا انا كنت يعتبر حامل في ريان، ولدت في شهر 10. كان التقديم كان خلص، وعايزه اقول لكم ما كناش فايقين خالص، وكان في ظروف عندنا وكده، كنا متكعبلين خالص. المهم قلنا ان هو يتاخر سنه مفيش مشكله وبتاع. ولما رحت عشان يعني الموضوع اللي هو يعني رحت، كان التقديم كان قفل. اللي هو انا كنت ساعتها بقى زي ما انتم ما شفتوا كده، انا كان حملي يا جماعه وحش خالص، وحش فوق ما تتخيلوا. فلما رحت عشان اقدم، كان التقديم كان خلاص في كل المدارس، كان قفل، وقالوا لي لا السنه الجايه وعادي ان هو يتاخر سنه وكده. فانا بقى الصراحه اليومين دول التقديم فتح تاني. فانا محتاره في جزء من ناس انا اعرفهم قالوا لي دخليه مدرسه فرنساوي. المدرسه الفرنساوي طبعا انا عايزه اقول لكم انا ميح في الفرنساوي، يعني انا ممكن الانجليزي شويه كده يعني في اعرف اتعامل في الانجليزي واعرف اذاكر له انجليزي والدنيا حلوه وجميله. طب يا جماعه لما جيت بقى سالت صحابي اشمعنى فرنساوي، قالوا لي لان دلوقتي لازم الشهاده يبقى معاه لغه عشان يشتغل بيها. طبعا هو دلوقتي اصلا محدش بيشتغل بشهادته ولا اي حاجه، اي شغل بيبقى ليه واسطه وكده. بس انا يعني متردده. قالوا لي لا ده هو بيبقى ليه مدرسين انت بتجيبيهم له البيت، هم بيذاكروا له، هم بيتولوا امره، وهم هيتابعوا معاه، وروحي خدي كورس عشان تعرفي برضو تبقي متابعه معاه ومع المدرسين. والموضوع لان صحابي بقى اللي قالوا لي كده يعني كانوا طالعين من مدارس فرنساوي معاهم لغه فرنساوي وشغالين دلوقتي بيها. قالوا لي لازم دلوقتي يبقى معاه لغه، الانجليزي لوحده يعني مش معترف بيه دلوقتي. ده كان راي بعض من صحابي. البعض التاني لا دخليه عادي تجريبي لغات. يعني اغلبيه صحابي دخليه تجريبي لغات عادي ومش عارفه ايه. في جزء تاني بقى قالوا لي انترناشونال. عايزه اقول لكم سالت في المدارس الانترناشونال دي، لقيت ان هم في السنه الواحده في سن خالد دوت، في السنه الواحده في سن خالد 57,000 جنيه في السنه. انا سالت في مدرسه بدون ذكر اسماء 57,000 جنيه في السنه الواحده. فانا عايزه اقول لكم محتاره جدا فوق ما تتخيلوا. ادخله تجريبي لغات ولا طبعا انترناشونال؟ انا استبعدتها خالص، لان خالد زي ما قلت لكم 5 سنين حرام قوي 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 ان انا ادفع له مبلغ وقدره. فاللي هو ده كده وهو عنده 5 سنين، امال لما يكبر هدفع له كام؟ لما يبقى مثلا في اعدادي ولا في ثانوي هيدفع كام؟ يعني المدرسه اللي انا سالت له فيها دي اللي انا بقول لكم عليها الانترناشونال دي، فيها اعدادي وفيها ثانوي، وفي سن يعني في سن خالد ابني دوت 57,000. انا يا جماعه الرقم سمعته اداني صفرت اللي هو ياما قوي. وحاسه ان هي يعني انترناشونال دي هي يعتبر مش عارفه، يعني انا ما اتكلمش في حاجه انا مش عارفاها، بس حاسه ان الرقم اللي انا سمعته دوت يعني اوفر قوي 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 قوي، يعني ما يستاهلش. طبعا انا بعتذر عن الاضاءه انا يعني النور قاطع عندي بصور لكم الفيديو ده والنور قاطع، ففاتحه قاعده على قضايه البلكونه. فانا يعني مش عارفه يعني انتوا برضو ادخلوا ايه. حاسه ان انا محتاره. اللي هو انا استبعدت طبعا الانترناشونال خالص. السؤال هنا بقى فرنساوي ولا تجريبي لغات ولا خاصه؟ ما مش عارفه اي حاجه. انا بيني وبينكم بكلمكم وبعدين متشتته، لان انا لما باجي اسال حد كل واحد برأي، يعني كل واحد معايا برأي. فاكيد انتوا برضو يعني اكيد يعني فيكم ناس متابعاني عندها خبره وكده تقول لي ايه الاصح ان انا ادخله فرنساوي. يعني انا ممكن اروح اخد كورس في الفرنساوي لو ده في مصلحته، ممكن اروح اخد كورس واجيب له مدرسين البيت تتابع معاه. بس حاسه ان هو هيبقى صعب عليه. يعني فرنساوي دي مدرسه فرنساوي ايه يا جماعه؟ اللي ليه خبره يقول لي، يعني هي لو حاجه في مصلحته اروح اقدم له ان شاء الله فيها. يعني انا قدامي كذا مدرسه فرنساوي. فانا عايزه اقول لكم متشتته خالص، محتاره، حاسه ان انا تايهه. فعايزاكم تقولوا لي تجريبي ولا تجريبي لغات
ولا فرنساوي. انا كده كده خلاص استبعدت الانترناشونال خالص، لان دي عايزه مبالغ وهميه. بس كده يعني انا هروح اقدم له ان شاء الله. المفروض ان التقديم في شهر 5 باين وشهر 6، وفي اللي هو شهر 5 وشهر 6 المدارس الفرنساوي تقريبا. التجريبي اللغات والحاجات دي قالوا لي في شهر 10. يعني في كذا حد قال لي في شهر 10. فانا عايزه ان انا قبل ما اقدم تدوني كده من خبرتكم يعني، وتقولي لي الدنيا ايه، عشان اختكم ميح 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 ومحتاره ومتردده. فعايزه على قد ما اقدر حد يكون عنده خبره في المواضيع دي. فقلت بس ما لقيتش بقى غير اخواتي وحبايب قلبي هم اللي يفيدوني في الموضوع دوت. الورق بتاعه الحمد لله يعني مجهزه له شهاده ميلاده ومجهزه له الدنيا ومظبطه له الدنيا، وواقفه بس على ان انا قبل ما اروح اقدم مش عايزه اخد خطوه اندم عليها، او ارجع مثلا يبقى المنهج مثلا صعب عليه فاضطر ان انا انقل له عشان يبقى مستوعب ويبقى حابب المنهج اللي هو بيدرسه. طبعا المناهج دلوقتي غير المناهج بتاعتنا على ايامنا. يعني المناهج بجد صعبه قوي بجد. يعني عايزه بقى يعني مذاكره كده من نار، وحد بيبقى بيتابع مع الطفل من نار ومش عارفه ايه وكده. بس كده انا بس طالعه عشان عايزه استفيد من خبرتكم وتقولوا لي يعني اعمل ايه. بصوا انا بكلمكم وانا متشتته. وطبعا التقديم خلاص اليومين دول، يعني التقديم المفروض ان انا اقدم له اليومين دول. وطبعا انا قلت لكم قبل كده ان انا كده كده خالد انا مش بوديه الحضانه، وديته الحضانه سنه. حسيت ان هو مش بيستفاد منها حاجه. يعني بيبقى مثلا مدين، اجي اساله في حاجه يبقى مدينه واجب او حاجه، اجي اساله في الحاجه دي هو مش مستوعب مش عارف. طب بحسه بيروح الحضانه يلعب ومش عارفه ايه، ويجي البيت هو بيروح الحضانه يلعب وياكل السندوتشات ويجي ما بيعملش حاجه غير كده. فجبت له مدرسه في البيت ما شاء الله الله اكبر عليها يعني الصراحه، بتديله ماس وبتديله انجليزي وبتديله قرآن وبتديله عربي وما شاء الله يعني محاوطه عليه كده، بتديله كل حاجه. وهو كمان حابب المدرسه اللي بتجيله. حاسه ان هو احسن بكتير قوي، فرق شاسع بجد ما بين المدرسه اللي بتيجي في البيت وفرق شاسع ما بين الحضانه. الحضانه زي كان بيروح يلعب بيها، جبت له المدرسه في البيت وما شاء الله الله اكبر عليه مستوعب وحابب الدراسه، وهي كمان ما شاء الله عشان محبباه فيها فهو حابب. فانا ممهداله يعني. استغليت كمان برضو السنه اللي هو اتاخر فيها دي في ان انا المدرسه بتجيله البيت، عشان برضو لما اروح اقدم له. لان دلوقتي اي تقديم في اي مدرسه بيعملوا للعيل اختبار، لازم يعملوا له كده اختبار عشان يشوفوا كده يعني قوه ذكائه ايه، استيعابه لحد فين، دنيته ايه. فانا عايزه اقول لكم ان انا محتاره. بصوا قلت لكم محتاره دي 900,000 مره في الفيديو، بس انتوا لازم يا جماعه تلحقوني وتقولوا لي اعمل ايه. انا اختكم في الله قولوا لي يا ام خالد يعني بحكم خبرتكم. وانا لو هقدم له ان شاء الله يعني، لو لقيت ان في ناس بتقول لي قدمي له في مدرسه فرنساوي وحلوه وكده، انا ما عنديش اي مشكله خالص ان انا اروح اخد كورس، وان انا اجيب له ان شاء الله مدرسين في البيت عشان يقعدوا يتابعوا معاه وانا اتابع معاه. لان اغلبيه الاراء اللي انا سمعتها من صحابي ان لازم يبقى معاه لغه. الانجليزي دلوقتي ما بقاش معترف بيه زي يعني هو حلو بس مش هيبقى لغه حاجه زياده. يعني لازم يبقى في لغه تانية مع الانجليزي. فطبعا لغه تانية غير الانجليزي هي الفرنساوي. فانا متردده جدا، خايفه ان انا اخد خطوه زي دي هو ما يبقى المنهج تقيل عليه او يبقى صعب، وانا برضو على ما اخد كورس وعلى ما اقعد بقى معاه وكده. لا حاسه برضو ان انا عايزه استبعد الفرنساوي دي زي ما استبعدت الانترناشونال. فانا برضو يعني بس برضو اللي فيه مصلحته انا هعمله. يعني ما عنديش مشكله خالص ان انا اسعى واجي على نفسي واشتغل على نفسي واخد الكورس واتعلمه عشان خاطره. بس انا برضو مش هاخد خطوه زي دي لما برضو اسمع الاراء بتاعتكم. يعني انتوا برضو اكيد هتفيدوني وتقولوا لي اعمل ايه. بس كده عايزه اقول لكم بقى اليومين دول يومين حر، يومين حر موت، حرانين بطريقه مش طبيعيه يا جماعه. حر، في نوبه، سمعت ان في نوبه حر اليومين دول. فربنا يا رب يرحمنا برحمته. عايزه اقول لكم بقى وانا حامل في ريان السنه اللي طبعا كنت حامل برضو السنه اللي فاتت، كان لبسي كله فساتين، كله فساتين فساتين فساتين. فعايزه اقول لكم عايزه بقى بفتح الدولاب لان طبعا الدنيا حررت، لقيت عندي الشميز ده ولقيت عندي الشميز الابيض اللي هو ده، فاكرينه طبعا اكيد. ما عنديش هدوم صيفي غير الشميزين دول، كله بقى
فساتين صيفي. فانا عايزه اقول لكم بقى، اكمني طول فتره الحمل السنه اللي فاتت كنت بلبس فساتين، اتعقدت خلاص بقى، حاسه ان انا مش لا، عايزه اجيب بقى لبس صيفي، وعايزه اهيص، وعايزه بقى اديله ادي، الصيف بقى دخل علينا، عايزه انزل اجيب هدوم. ف الدنيا معايا الحمد لله اليومين دول. ورايا كذا حاجه كده عايزه اخلصها، ومن ضمنهم اهم حاجه عايزه اخلص منها مدرسه خالد. فهستنى اشوف رايكم، اكتبوا لي اللي عنده خبره يفيدني بالخبره دي يا جماعه بالله عليكم. وبس كده، وبحبكم قوي، استنوني في فيديو جديد، وباي باي.